برافو. هو انا ليه مش بحس بطعم اي حاجه حلوه بعملها؟ ده سؤال بيجيلي كتير قوي، واجابته بسيطه جدا، الا وهي ان انا ما بديش حق الحاجه اللي انا عملتها او اديها وضعها، اني انبسط بيها وافرح بيها ان انا عملتها. جاء على بالي هذا السؤال دلوقتي لما نزلت، عشان انا المفروض اني احتاج اتحرك كل يوم على الاقل نص ساعه لو ما رحتش الجيم يعني. وانا اصلا زهقانه الفتره الحاليه ومرهقه جسديا جدا جدا لدرجه اني بلغي شغل احيانا من كتر التعب، والاجواء كمان الشتويه دي مش افضل اجوائي. انا شخص بيحب الشمس، فلما الشمس ما بتطلعش الموضوع بيبقى صعب شويتين. قدامي اقل من نص ساعه وجوزي يرجع البيت، وبيني وبين الجيم 10 دقايق. حتى لو قررت اروح الجيم مش هلحق اعمل اي حاجه، اللي هو السلام عليكم باي باي. جيفن كل هذه الظروف قررت قرار في منتهى اللذاذه، الا وهو ان النص ساعه اللي فاضله دي لحد ما جوزي يجي انا هعمل فيها ايه؟ انا هنزل اتمشى حوالين البيت. فكده احنا كسبنا النص ساعه، وكسبنا ان احنا غيرنا جو، وكسبنا صحتنا، غيرنا طاقتنا، وكسبنا ايه بقى؟ التشجيع اللي انا بشجعها نفسي دلوقتي وانا بصور لكم هذا الفيديو، ان احنا لما تحصل هذه الحاجات ولما ناخد قرار احنا فيه ما تعطلناش، سواء اتعطلنا بافكارنا او تعطلنا بالظروف، بنحتاج نقول لنفسنا